المركز المصري لحقوق المرأة جمعية أهلية تأسست في مصر سنة 1996. بنعتبر نفسنا منظمة دفاعية. يعني إيه؟ إحنا منظمة من منظمات حقوق الإنسان بتركز على حقوق المرأة في مصر. اتعملت 96 بعد حاجتين مهمين حصلوا. لما عملنا مؤتمر السكان في 94 وبدأنا ندرس حالة المرأة القانونية عشان نقدم ورقة، اكتشفنا إننا كنا عايشين في وهم كبير إن قوانين المرأة في مصر كويسة. لما عملنا ورقة قانونية محترمة اكتشفنا ان في تمييز كتير جدا ضد المرأة في القانون وتمييز مش مقبول. في 95 كان عندنا انتخابات برلمانية، وكانت أسوأ انتخابات على مستوى مشاركة المرأة في الانتخابات دي. كان في عنف، كان في تراجع، وصلت نسبة مشاركة المرأة اللي نجحت في الانتخابات 1%، بعد تعيين الرئيس المخلوع بقت 2%. فكانت الصدمة من ساعة ما تأسسنا لحد النهارده واحنا بنشتغل على الحقوق القانونية والسياسية للمرأة. بمعنى على المستوى القانوني بنبص على القوانين فيها تمييز، ايه المصلحة القصوى للمجتمع المصري ووضع المرأة فيه شكلها عامل ازاي. على مدار حوالي 16 سنة اشتغلنا لتعديل قوانين كتيرة جدا، عملنا حملات لتغيير قوانين، منها ما هو شهير قوي زي قانون الأحوال الشخصية، والأشهر منه كمان المادة الخاصة بالخلع، واللي بتدي العلاقة الزوجية الأصول بتاعتها انها تبقى قائمة على المودة والرحمة او التسريح بإحسان. يعني مفيش منطق لعلاقة زوجية طبقا للشريعة تبقى قايمة على التراضي ما بين الطرفين، وبعد ما الست توقع على العقد يتحول لعقد شراء جري، ما تقدرش تفك هذا العقد. اذا كان عقد مبني على الإرادة فالمفروض انه لو حصل اي خلاف يبقى من حق اي طرف من الطرفين سواء الراجل او الست ان هو ينفصل، وبالتالي ما نشوفش بقى التقطيع اللي بنشوفه في المحاكم. كان قبل الخلع كانت الست عشان تنفصل او تطلق تاخد 8 سنين في المحكمة، وراجل يروح يتجوز تاني ويخلف تاني. وكان بنقابل مشاكل كتيرة لبنات في اسر محافظة اتكتب كتابهم حتى ما اتجوزوش، وحصل خلاف على القايمة ولا الكلام اللي احنا عارفينه في المجتمع ده، هو يروح يتجوز ويخلف وولاده يدخلوا ابتدائي وهي لسه بتلف في المحكمة. فيمكن دي من الحاجات الشهيرة قوي. لكن في قوانين تانية نجحنا في اننا نشتغل عليها في ضغط مجتمعي ونشر وعي وضغط على صناع القرار، زي تغيير قانون الجنسية، ان المرأة المصرية اللي تتزوج من غير مصري هي بتدي جنسيتها لاولادها على اسس المواطنة، لانها مواطن بيدفع ضرائب ومن حقه ان هو يتمتع بالمساواة في القانون. زي قوانين الضرائب، كان الاول بتتعامل الست طول الوقت على انها اعزب، وده معناه انها هتدفع ضرائب اكتر حتى لو كانت هي امرأة معيلة وبتصرف على اسرة. كمان في حاجات ما هياش بس للستات، لكن كان الاول في قانون التأمينات والمعاشات الراجل اللي زوجته تتوفى ما ياخدش معاش. طب يعني ليه؟ ما هو ده تمييز ضد الرجال يعني. وكمان الحكومة كده تعتبر بتسرق الستات لما بتدفع طول عمرها معاش وما يستفيدش منها من المعاش ده زوجها بعد الوفاة. فقدرنا اننا نضغط في تعديل قانون التأمينات والمعاشات انه في حالة وفاة الزوج يقدر ياخد المعاش. وده يقول انه قضية المرأة مش قضية ستات ورجالة، والخناقة اللي بيحاول الاعلام ان هو يصورها طول الوقت كأنه حقوق المرأة هتاخد من حقوق الرجال. المرأة المتمكنة نفسيا واقتصاديا واجتماعيا ما عندهاش مشاكل الضعف، ما عندهاش مشكلات الضعف. بمعنى ان المرأة القوية هي قادرة على دعم نفسها، قادرة على دعم أسرتها، قادرة على دعم أولادها وزوجها، وقادرة على صناعة القرار. الست اللي بتشتغل كمان بتبقى موجودة في محيط واعي طول الوقت، بتشوف خبرات وبتتعلم تجارب جديدة، وده بيبقى مفيد جدا في التربية. حتى على المستوى السياسي اشتغلنا من سنة 96 لدعم مشاركة المرأة السياسية بالاستعداد لانتخابات 97 وتدريب السيدات والبنات والكوادر الجديدة، بنشر الوعي بين السيدات، بعمل بطاقات انتخابية، وبعد كده كمان الانتخابات المحلية. عندنا برامج اشتغلنا فيها على تدريب الكوادر والسيدات اللي بتترشح للمجالس المختلفة، سواء مجالس نقابات أو مجالس محلية أو مجلس شعب. توعية السيدات بالتصويت في الانتخابات ويبقى معاهم بطاقات انتخابية. تكوين كوادر جديدة من الشباب في الشارع. محتاجين نعدل المفاهيم، محتاجين اننا نواجه الحملات العدائية ضد المرأة المصرية بقصة القوانين اللي عملتها سوزان. القوانين ما عملتهاش سوزان، وسوزان ما كانتش معنية بالمرأة، ما كانش ليها علاقة بالموضوع، ودي بضاعة قديمة قوي وبايتة واتقالت على جيهان السادات لما السادات اتقتل. بالمناسبة قالوا نفس الكلام، قوانين جيهان. فالبضاعة دي ما ينفعش نشتريها وما تلزمناش في المجتمع المصري. احنا عايزين مجتمع احرار يتساوى فيه النساء والرجال يعيشوا مع بعض بكرامة. عشان كده مهم قوي اننا ندافع على القوانين الجيدة
نعدل القوانين اللي احنا شايفين انها ظالمه لكل الاطراف، للسيدات وللرجاله، بما يتوافق مع معايير العداله وحقوق الانسان، مش بما يتوافق مع معايير الغل وان حد زعلان ان مراته خلعته ولا. يعني احنا محتاجين نبقى اكثر انصافا، محتاجين نقرا اكتر، محتاجين اننا ما نسلمش دماغنا بسهوله لاي حد. النهارده بقى عندنا فرص لا متناهيه للمعرفه، عندنا يعني الانترنت ركب للناس اجنحه، انتهى عصر السيطره على العقول، لكن احنا محتاجين نشجع وندعم ونساعد الناس علشان تفهم اكتر، نحضر وندرب كوادر شابه نسائيه انها تفهم كويس ان مهم تنزل الانتخابات المحليه، مهم تنزل انتخابات مجلس الشعب، ومهم انها تشارك بقوه في صناعه القرار علشان نقدر نخطي لديمقراطيه حقيقيه. البلد دي مش هتقف طول ما احنا عمالين بنعزل نص المجتمع وعمالين نقول ده ينفع ايه وما ينفعش ايه، وعمالين نشكك في قدراتها. الستات كانت قدراتها في ميادين الثوره واضحه جدا، مش محتاجه تشكيك. كل الحواجز انهارت قدام اراده المراه المصريه، ونامل انه لما يتنقل صناعه القرار في ايد الناس ما تتعمدش انها تحط قيد على المراه المصريه.